السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحه جيده، ومرحبا بكم معايا في منوعات غزو مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جاب لي مول الدار واحد الكوربه كما كيقولوا صحاب العروبيه اولا صندوق ديال الفريز. جابوا لي في واحد الوقيته اللي هي متاخره، واضطريت انني نغسلها في الليل ونقادها. كما كتعرفوا الفريز ما خاصوش كي يجيك كيتقاديه وتصاوبيه. اي حاجه بغيتي ديريها به تصاوبيه ديك الساعه باش ما يصبحش خاسر لك ولا خامج. خديت هنايا الفريز، بديت كنغسل فيه. كما كتعرفوا الفريز راه كيكونوا فيه دوك حبيبات هازين التراب، يعني ضروري تغسلوه مزيان بدون اضافات. كاين البعض اللي كيضيف ليه الخل، ولكن انا كنفضل نغسلو غير بحال هكا. وفي نفس الوقت راه كما كتعرفوا الفريز راه ضروري ما كتلقاو فيهم شي حبات اللي كيكونوا يا اما خامجين يا اما مصوفين، يعني حيدتهم صافي. غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. بقيت غسلتهم وخليتهم ينشفوا لي واحد شويه، عاد نعاودو نتلاقاو. هنايا بديت كنفرق في الفريز. بالنسبه للفريز اللي كيكون طيب بزاف والفريز اللي كيكون باقي شاد في راسو، بديت كنحيد ليه دوك الوريدات الخضرين، وفي نفس الوقت كنفرز فيه. يعني درت جوج بانيوات، كل بانيو كنحط فيه اللي طيب بزاف واللي ما طيبش بزاف. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي خديتها فرقتها. درت 2 كيلو ديال الفريز اللي طيب بزاف مع 2 كيلو عاوتاني من الفريز اللي طيب عاوتاني بزاف. خليت كل حاجه خليتها بوحدها. 2 كيلو الاول خديته قطعته دوائر درته في واحد البول. بالنسبه للكيلو ديال الفريز كديروا معاه كيلو الا روب ديال السنيده، يعني هنايا تقريبا 1 كيلو ونص ديال السنيده اللي غادا نضيف ليه. هذا بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال 2 كيلو الاولى غادا نديرها على شكل مركز ديال مركز ديال الفريز. اما الكميه الثانيه درتها في الكوكوط، بقات هكاك صينه، ضفت ليها حتى هي 1 كيلو ونص ديال السنيده. عبرت لها حتى هي 2 كيلو ديال عبر كل كيلو فيه كيلو الا ربع ديال السنيده. بالنسبه للبول الاول ضفت ليه المركز، ضفت ليه واحد حامضه معصوره. اما بالنسبه للكوفي اللي غادي نديرو على شكل كوفيتير ما درت ليه حتى حاجه. سمحوا لي بالنسبه لهذا الشيء انا درتو كما قلت لكم في الليل، يعني رقدتهم وخليتهم حتى الغد لي في الصباح. عاد ديك الساعه غنكمل الطياب ديالهم ونكمل كل حاجه غنكملها بوحدها. اما بالنسبه للكميه اللي بقات ليا خديتها ودرتها في بلاستيكات وغنديرها بهذه الطريقه هذه، غنديرها في المجمد. هنا ها هو داك اللي صبح اللي غنديرو على شكل مركز. كما شفتوا راه صبح فيه الماء بزاف، يعني غير السنيده طلقات وحتى الفريز عطانا الماء. خديته هنا، خديت واحد شارلوط طحنته مزيان. كما رديتو البال راه حتى اللون ما كيتغيرش، كيبقى اللون ديالو حمر وزوين حيت كيدار فيه عصير الحامض. يعني ما كيخليش يتاكسد لينا اللون ديالو. صافي وصفيته. نتوما بغيتو تصفيوه صفيوه، ما بغيتوش كتخليوه بحال هكاك. اللي عزيز عليه دوك الحبيبات ديال الفريز يبقاو، من الاحسن تخليوه بحال هكاك. المهم غنبقى بهذه الكميه هذه غادا نصفيها وغنعاودو نتلاقاو باش ندوزو الطريقه ديال الطياب ديال الكوفيتير. بالنسبه للكوفيتير ها هو ملي صباح لينا في الصباح، ها هو كيفاش جا. كما كتشوفوا راه الفريز ولا طري، وحتى عطى لينا واحد الكميه ديال الماء اللي غادي يقدر يطيب فيها. صافي غنحركو مزيان من التحت حيت بقى لي واحد شويه كاين سنيده بقات لتحت في القاع ديال الكوكوط. صافي غادا نشدو غادا نديرو فوق غنديرو فوق البوطه وحتى يبدا يغلي ويطلق الكشكوشه ونعاودو نتلاقاو. بالنسبه لهنايا ردوا معايا البال. هاهي الكشكوشه اللي طلعت لينا من الفوق. هاد الكشكوشه كامله اللي كاينه ضروري خاصكم تحيدوها، ما تخليوهاش في الفريز حيت هي اللي كتخلي الكوفيتير انه يخسر لكم. الا حيدتوها راه كيبقى لكم الفريز، كيبقى لكم الكوفيتير ديال الفريز كيبقى لكم زوين. انا غنبقى بهذا الشكل هذا كنحيد في الكشكوشه بشويه بلاتي
حيت كما شفتوا الكوكوط شويه صغيره. غنحيد هادشي كامل اللي الفوق، ومره مره فيما كطلع لكم نتوما مع التحراك وكتبقاو مقابلينه بطبيعه الحال البوطه كتكون ناقصه، حيت الا جهدتوها بزاف غيفيض لكم. صافي وكنبقى نحرك بحال هكا حتى ما كتبقاش عندنا نهائيا الكشكوشه. بحال هكا. انتو هنايا راه الفريز راه الا قصتوه راه غادي تلقاوه طرا ودخلوا الطياب، وفي نفس الوقت وانتم كتحيدوا في كتحيدوا ليه الكشكوشه من الفوق، وانتم مره مره كدوزو كتمعسوه باش حتى المرصوات ما يبقاوش لكم صحاح بزاف في الكوفيتير، حيت ما غنطحنوه ما حتى حاجه. غنخليو داك الكوفيتير اللي كيكونوا فيه المرصوات ديال الفريز كيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاكم. صافي غنخليه بالطريقه هذه، غنخليه على جنب يبقى يطيب بشويه بلاتي حتى نعاودو نرجعوا ليه. هنايا انا خديت المركز من بعد ما خليت الكوفيتير يطيب، خديت هنايا المركز غنديرو في واحد لي بواط. هاد لي بواط هادو لقيتهم عند صحاب 5 دراهم، لقيتهم كيبيعوهم ب4 دراهم، يعني زوينين وكيصلحوا المجمد. صافي انا غادا ناخذهم وغنفرقهم. الكميه اللي غتعمر ليا السوبيره حتى نشوف شحال غادي تهز ليا من وحده. ومن الاحسن ديروهم في السوبيرات بلا ما ديروهم في بلاستيكات، حيت بعد خطرات الا ما جمدوش لكم في البلاصه كيقدروا يتفرقعوا لكم هذوك البلاستيكات ولا شي حاجه ويعمروا لكم الفريغو ديالكم. هنايا انا عمرت السوبيره الاولى، دابا غندوز باش نعمر السوبيره الثانيه. كما قلت لكم هادو راه كيتباعوا غير عند مالين 5 دراهم، راه كيبيعوهم بربعه. فيهم الشكيلات زوينين، كاين اللي مربعه كاين اللي مستطيله، كل وحده كاين اللي طويله، كل وحده كيف الشكل ديالها. انا عجبني هذا الموديل هذا، وحتى بالنسبه للفريغو ديالي حيت صغير اختاريت هادو باش نقدر نحط كل وحده نحطها فوق، نحطهم فوق بعضياتهم في الفريغو. صافي بقات لي هاد الكميه هادي، يعني عمروا لي جوج سوبيرات. هاد الكميه اللي عطيتكم داروا لي جوج سوبيرات والسوبيره الثالثه فيها غير النص. صافي ناخذو نمسحو هادشي اللي درت. بحال هكا غنحطهم في الفريغو ان شاء الله باش ما يشدوش ليا البلاصه. واخا الفريغو راه صغير ولكن ماشي مشكل، الواحد راه كيعدي باش ما كان. نخليهم على جنب ولا ندخلهم الفريغو ندوزو للكوفيتير. بالنسبه للكوفيتير ها هو ملي كما قلت لكم ملي بقيت بشويه بلاتي كنحيد منه الكشكوشه. ها هي راه كما رديتو معايا البال راه اللون ديالو ولا على مزويناتو. يعني كتبقاو نتوما بهاد الطريقه هادي كتحركوه وحتى الكشكوشه اللي كتكون لتحت كتعاود تطلع للفوق وكتحيدوها، وفي نفس الوقت وانتوما كتمعسوا. ها نتوما انا راه كنشد بالمعلقه ديال العود كنمعس الحبات ديال الفريز، كنمعسهم مع الجناب ديال الكوكوط بهاد الطريقه هادي. وما تنساوش بطبيعه الحال خديت هنايا واحد نص حامضه اللي حيدت ليها الزريعه وعصرتها غير بيديا بحال هكا. الدور ديال الحامض انه كيخليه ما يكحالش مع المده، واخا كيعود اللون ديالو كيعود احمر غامق بزاف، ولكن ما كيعطيش داك اللون الكحل، يعني كيبقى فيه داك اللون الزوين ديال الكوفيتير وديال الفريز من بعد ما كيطيب.
وحتى بالنسبه للكشكوشه ملي كديروا للحامض ما كتبقاش تطلع لكم بزاف، وكيعطي حتى ديك الختوريه، وكيهرس لي شويه الحلاوه اللي كتكون فيه. صافي غنحرك بهذه الطريقه هذه، وغادا نحيد نكمل هاد الكشكوشه هذه كامله نحيدها. صافي وغنخليه يغلي غير واحد شويه ماشي بزاف. وغنحطو على جنب ونخليه حتى يبرد مزيان عاد ديك الساعه باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. وحتى هو نديروه في السوبيرات وديروه في المجمد. كديروا واحد الكميه كديروها غير في قرعه، كديروها في الثلاجه لتحت. اما ما تبقى كديروه في السوبيرات وكديروه في المجمد، باش تقدروا تحتفظوا به لواحد المده اللي هي طويله. وحيت هو فيه السكر بزاف، يعني حتى ملي كديروه في المجمد ما كيوليش لكم قاصح بحال الثلج، كيبقى معلك وكيبقى زوين. هنايا كتاخذوا واحد شويه ديال الماء ديالو مع الجناب، وكتشوفوه الا بان لكم بدا كيختار مع ملي كيبرد صافي كتحبسوا الطياب. هذا هو الجهد ديالو. صافي هنايا انا غنخليه يغلي ويعاود صافي وغنطفي عليه. اللون ديالو راه كيجي زوين بزاف. هانتو ملي تخليوه برد غتشدو غديروا واحد الخط، ديروا واحد الخط بصبعكم وسط الزلافه، وغتشوفوه الا ولا لكم داك الخط، ما كيتقطعش صافي كتحبسوا الطياب. بالنسبه للشكل النهائي ديال الكوفيتير، ها هو الشكل ديالو. هنايا خليته حتى برد، راه كيجي عاقد وكيجي زوين بزاف، يعني حسن من هذاك اللي كيتباع في الزنقه جاهز. نتوما كتصاوبوه وكتخليوه في المجمد، راه كتحتفظوا به لمده طويله. هنايا انا خديته غادي نديرو في السوبيرات. كما شفتوا راه المرسوات ديال الفريز راه ما كيبقاوش يبانوا، وهما كيطيبوا كما قلت لكم، وانتم كتمعسوا فيهم حتى صافي كينشف لينا من الماء، ما كيبقى فيه حتى حاجه. وحتى اللون ديالو راه كيجي زوين. صافي انا غنديرو في السوبيرات بحال هكا، وغندوزو باش نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الفريز ديالنا من بعد ما وجدناه وخليته حتى جمد في المجمد. عاد ديك الساعه باش نوريه لكم كيفاش كيجي وكيفاش كيكون الشكل ديالو. بقاو معايا ما تمشيو فين. واللي باقي ما عمره ما شارك في القناه يشارك ومرحبا به، ويفعل زر الجرس ويدير واحد اللايك. او الشكل النهائي ديال الفريز. هنايا انا خديته مره كنحركو يعني باش يبقاو مفروقين ليا الحبات. وهنايا بالنسبه للمركز ها هو الشكل ديالو. انا خديت هنايا حيدت واحد شويه. هو كيفاش كيجي معلك وكيجي زوين بزاف. اما بالنسبه للكوفيتير هنايا راه بدينا هنايا السوبيره، يعني راه الا رديتو البال راه نقصات. هو الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش عليا بلي لايك. والسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفات او لا فلوق جديد. وتهلاو في ريوسكم والسلام عليكم.